فحسيتهم اتصدموا قوي، وكنت عايزه اقول لهم ايه ده انتوا زعلانين؟ ده انا عملت فرح. يعني انت قلت لهم اكشلي كان عندك الجرأة تقول لهم قلت لهم خلصتها في 7 عادي جدا، ولا حد وهي خلصتها في 7 سنين. صباح الخير. صباح النور. يلا عاملة ايه؟ كله حلو. احكي لي وصلت لايه في البي اتش دي بتاعتك؟ يا الله، انا ببدا مش وصلت. انا يعني لسه بس بفتح ورحت جبت كراسه واشتريت كراسه واشتريت قلم بجد اهم حاجه النور. بس عشان ابدا بقى. حصل موقف كان كيوت جدا، كيوت وصادم نفس اللحظه. في الجامعه كنا خلاص الناس الجديده جم، اوكي. فكان في شويه بنوتات لزاز صغنطتين، فجايين بقى عملت ايه في الماسترز وفضل يعني ونروح فين وايه الاحسن وعايزين نخلص بسرعه. قلت له الحقيقه انا اقل واحده تقدر تجاوبك عن السؤال ده، لانه عملتها من مكان حلو جدا بس انا عملتها في وقت كتير جدا. بس سكتوا كده اللي هو ايه، خلاص مش ده الاكزامبل اللي احنا عايزين نروح له. لا وبعدين دخلت اللي هو هتاخد وقت قد ايه، فانت بقى اقول لكم الحقيقه سنه كده. هم قالوا لي انها تخلص في سنتين بس فحسيتهم اتصدموا قوي، وكنت عايزه اقول لهم ايه ده انتوا زعلانين؟ ده انا عملت فرح. يعني انت قلت لهم اكشلي كان عندك الجرأة تقول لهم قلت لهم خلصتها في 7 عادي جدا، ولا حد وهي خلصتها في 7 سنين. طب حلو جدا. بس خلصتها. بس المشكله انه يعني هم برضو يعني النجوم يسالوكي اي ثينك انه بنات صح؟ كنت عايزه اقول لها اجري روحي انت خلصيها في 2 بسرعه بسرعه قبل ما تبداي حاجه في حياتك. بالظبط، هي دي الايشو. الفكره ان هم مش عارفين الصعوبات اللي انا مريت بيها عشان اوصل للمرحله دي. بهدلت كتير قوي حضرتك. لا منهم جواز وخلفه وتربيه كتير، خلفه وخلفه تاني ونحط تحتها خطوط فعلا. انت اتجوزتي ولسه مخلفتيش هتقعدي تذاكري يعني. عندك طبعا responsibilities وبيت وطبيخ وحاجات، بس يعني يوم انت ما اللي هو مش عارفه اطبخ النهارده عشان عندي سبشن هطلب يعني عادي. الدنيا لذيذه، مش لازم نروق عادي يعني. لكن الطفل هو الدنيا مش متهرجله قوي لدرجه انك محتاجه تقومي توضبيها زيه في بيبي. صح بس اصلا بقى، او بعدين ممكن تبقى الدنيا مطربه وانت عارفه ان الحته دي مطربه خلاص مش هتحطي ايدك يعني مش مشكله. شايفاها بس زي ما يحط بقه في الحته هو هيلحسها كلها بلسانه الحته المتطربه دي، فتحس انت قاعده متوتره 24 ساعه كده. فلا هي متعبه وبتاخد وقت وحاسل للناس اللي متصرفين الصراحه. بعدين انا هنجيب الوقت منين يعني لا دي اكبر مشكله، هي دي المشكله. يعني هذاكر امتى؟ يعني مش هقول اجيب وقت، هذاكر امتى؟ يعني خلينا نفكر ببراكتيكاليتي. او لما كنت بفكر ببراكتيكاليتي خلاص اتس اوكي. يعني انت ممكن ايه تعملي كورنر كده العاب تلعب جنبك، تحط لها حاجات، تحط لها حتى لو اكبر شويه سكرين تايم، وانا هفضل جنبهم قاعده على اللابتوب واذاكر. ده السيناريو الفاضل اللي في دماغي، اليوتوبيا اللي في دماغك. قاعده على الكنبه وقاعده على اللابتوب وهم قاعدين جنبي بيتفرجوا على التلفزيون. بيرفكت فاميلي بقى. طبعا الواقع ان الورقه اهي متقطعه وزرار اللابتوب بقى ممكن تبقى حاجه اتمسحت، حاجه اتكسرت، يعني عادي جدا طبعا. لا هي حسن الصراحه، هي اصلا فكره ان انت كأم انت دلوقتي واحده بتشتغل من كذا يعني 9 to 5 مثلا لو كل معظم الشغلانات، وبعدين بتروحي عندك بيت مسؤوله منه، وعندك زوج المفروض تهتمي بيه، وعندك طفله المفروض تهتمي بيها، وبعدين عندك اهلك المفروض تهتمي بيهم، فازورهم واكلمهم ويكلموني، وعندك صحاب عايزه تروحي وترفعي عن نفسك وتطلعي طاقتك. طب بعد كل دول بقى كمان انت عايزه تبقي تذاكري. فلا هي مش يعني كوقت وايز هو عايزه تحشر في جدول اصلا هو زحمه جدا. بالظبط. وبعدين تقولي طب خلاص يعني محتاجه حد يشيلهم. في سيناريو كمان بتاع ايه، طب وقت الناب تايم. وقت الناب تايم نخليها بقى تذاكر، ويعني اقعد اذاكر وهي نايمه، اللي هي نايمه ساعه ولا ساعه ونص، على ما اروح تعمل حاجه اشربها وافتح اللابتوب وافتح الكراسه خلاص. لا ومفيش صحي بقى بالنسبه لي المرات اللي بقرر فيها اعمل فيها كده ان دي المره بقى اللي الناب تايم مش بتكمل فيها. سبحان الله
مرة لو ايه اللي هو خلاص ما هي مش فارقة، ما هي كده هتصحي في النص ساعتين تاخد الناب كلها يعني ماشي شكرا. انا قصدي سقطت يعني. بالظبط. المشكله انه اوريدي انت علشان تاخدي ستيت ان انت تقعدي تذاكري يعني تركزي اللي هو انا بذاكر اوكي، هي محتاجه وقت، تتسحلي شويه وتدوري شويه على الموبايل وتجيبي اغنيه مش عارفه ايه، على ما بتسيبي بقى كل الديستراكشنز دي وابدا اللي هو انا ماسكه الورقه والقلم وهذاكر، بتاخد وقت. فانا على ما هوصل للستيت دي يلا بقى قومي اطبخي، خلاص الوقت جه، يلا صحيت، يلا هننزل. فبرضه مش سهله. تجربة برضه انك ايه، طب ماشي انا هروح عند مامتي، يعني كنت بعمل كده ساعات وانا خلاص انت ده الاوبشن الوحيد ان انا هروح عند مامتي واسيب لها تليدة واقعد اذاكر. لا عشان نعمل كده فوتي قبليها ساعتين وبعديها ساعتين عشان بس نحضر الشنطة وننزل واللوجيستكس الموضوع مش سهل يعني. it's not as simple as انه هاتي كتاب واقعدي ذاكري. ايوه زمان واحنا في ايام الجامعه او حتى وانتي لوحدك، يعني بعد ما خلصتي الجامعه بتعملي حاجه لوحدك، انتي بتروحي البيت الغدا محطوط قدامك، اوكي خلصتي اكل قدام المكتب، كل شويه بيجيلك سبلايز بالظبط، كل شويه بيجيلك حاجه وانتي بتاكلي في بوقك وبتشتغلي خلاص، يعني الموضوع خلصتي تخمدي بس مفيش اي حاجه ثانيه. يعني دلوقتي انت بتعملي كل انت بتكسري اصلا تقومي تجيبي الحاجه اللي انت عايزه تاكليها وانت بتذاكري دي. وبعدين ممكن تبقي بتذاكري وانتي واقفه بتطبخي مثلا، يعني مش ليه ايه الذل ده يعني حرانه وبعمل اكل كمان، بس في حاجه مثلا على النار وانتي بتذاكري شويه لغايه ما اللي على النار ده يفوز دماغك مش فاضي في المذاكره. برافو عليك ان فعلا تطلع صح كده جاهز بينا الاكل. انا من كام شهر كده تيتا كانت قاعده بتعمل حاجه على اللابتوب بتاعي، حاجه في المدرسه ريسيرش او حاجه، ماسكه العروسه بتاعتها هي قاعده على اللابتوب بتعملي ايه تاني، يعني في شايله البيبي عشان يعني هي عايشه الدور شايله البيبي وهي بتذاكر. جابت لي كل الميموريز بتاعتي وانا في التروما بتاعتي يعني في فلاش باك سريع كده وانا قاعده على اللابتوب وشايلاها وقاعده بذاكر. طب ليه يا بنتي بتعملي نفسك كده؟ انت عروسه صغيره على الهابي بالظبط. لا هي هاسل الصراحه. او تذاكري بعد ما ينامي بالنسبه لي انا عنديش طاقه اصلا ابص في حاجه. حضرتك اليوم كان بادئ 6 الصبح فما انت عايزني الساعه 9 بالليل افتح بقى الكتاب نبدا بقى نذاكر نبدا نستوعب. يا ريت انا مش قادره اقول حاجه، مش قادره ارسل، فمش قادره استقبل اساسا. ولا انك تصحي بدري قبل ما هم يصحوا تشتغل تذاكري. انا دي جربتها بس فشلت. ليه؟ لان برضو كل ما بصحى بدري بيصحوا بدري كل ما اجي ابدر نص ساعه هم بيبدروا معايا نص ساعه لحد ما لقيت نفسي خلاص يعني هوصل للساعه هنصحى الفجر كلنا ماما اعمل ايه ننام بقى كلنا احسن. صح. لا هي ايشو بصراحه. بعدين دايما الكوميونتي حاطه عليكي ضغط، يعني مثلا دلوقتي انت خلصتيها في 7 سنين دلوقتي حلو، انا طول يعني من 5 ل 7 وانا بشتغل وانا متوتره يعني دايما تحس كده في حد عمال يخبط كده، انت لسه ما خلصتيش قبل ما هتتجوزي امتى، نفس السيناريو ده. طب ليه بتسيبني في حالي؟ هل يعني انا اللي بذاكر في المكتب في بيتكم مش يعني مش انا متقله عليك يا عمو ازاي انت يعني انت بتدفع مصاريف السمستر مش انا اللي بدفع انت عامل لا ايشو بصراحه. وبعدين انت محطوطه يعني كوميونتي كلها سواء بقى بيت يعني اهل او صحاب او الناس في الشغل او كده، دايما محطوطه في كومباريزن ان انت ايه عايزه تقولي لنفسك وليهم انا بس انا بشتغل وناجحه في شغلي وعملت دراسات ونجحت في الدراسات عايزه تبروف يور سيلف. انا مش عايزه ابقى حاسه ان انا ركنت بقى خلاص انجزتش زي الناس التانية اللي انجزت which is it's not a fair comparison خالص بجد خالص. بصي على الصوره بتاعت الناحيه التانية، الوقت اللي سوري الولاد بيخلصوا فيه اي حاجه عادي الدنيا بتبقى سهله جدا، وبيدخل يقفل على نفسه الباب ومعلش انا عندي تسليم. ده سواء بقى ولد او زوج او اب او مش يعني الرجل عامه بيحاول يشتغل في حاجه او يخلص حاجه هو الاكل بيدخل له ايا كان مين اللي هيدخله له، حد اللي بيبقى عنده 40 سنه بالظبط وبيذاكر وبيعرف يقفل على نفسه ومالوش دعوه مين بيودي مين بيعمل ايه، كل ده موجود بس فهم على طول عندهم سبيس ينجزوا حاجه، ده مش موجود عندنا. انا اكتر وقت كان الموضوع بالنسبه لي يعني
انا عارفه ده دايما، بس اكتر وقت كان الموضوع هايلايتد جدا وقت الكورونا، لان احنا اتحبسنا كلنا في البيت، ففي ناس اتحبست قفلت على نفسها تذاكر زي الاباط الرجاله وفي ناس زي حالات كده. انا نسيت ان انا اصلا يعني في ماستر عندي علم بقى والله نسيت ليترلي. يعني انا مره كنت قاعده كده في الليفنج بنام ريتير كانت بيبي وتريده بتلعب حواليا وخناقات ورديت على رقم كده في وسط الدوشه، قلت رقم بابا بتاعي. ايوه مش مهندسه الاقي معايا، وقال لي ايه؟ قال لي دكتوره، يعني قال حاجه كده فانا ما لقطتش يعني. دكتوره الاقي معايا انا بكلمك بخصوص البيبر اللي انت نشريها معانا. انا قلت له لا 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 نمره غلط بجد قفلت. وبعدين قلت له لا لا ثانيه ان انا في بيبر كنت مقدمه في كونفرنس وهو بيكلمني كونفيرم يعني وبعدين يعني انا نسيت فعلا. قلت له صح ماشي ايوه يعني أيوة انا اي اجري ايه المشكله؟ ايه حضرتك بس النهارده السبمشن الفاينل والكومنتس بعتناها لك، بغض النظر عن ان الايرور كان من عندهم هم ما بعتوش الكومنتس اصلا. يسالني لا احنا هنطبع الكونفرنس النهارده فانت معاكي لحد الساعه 7 تبعتي لي الحاجه بالكومنتس اللي انا ما اعرفهاش وانا قاعده في ليفنج والعيال حواليا ليترلي بقى. فيعني كان بالنسبه لي مفيش اوبشن ان انا اسيبهم في اي حته واروح اخلص الحاجه عشان ابعتها. يعني كان بقى ايه قعدت اعملهم فوق دماغي، قلبت الدنيا، عملت الكومنتس واضحه قوي وبعت لهم الحاجه. نسيت هل بقى الولد هينسى او الرجل يعني لا هينسى؟ on the other side بقى الناس اللي هم دفعتي او كانوا في نفس المرحله في الماسترز كانوا بيقفلوا. هو كان بادئين في الكورونا وهو almost ما كتبش اي حاجه في الماسترز، خلص by the end هو خلصها وسلم وناقش. وانا لسه بحاول افتكر احنا كنا بنقول ايه. انا لسه عايزه ارجع اصلا لمود المذاكره بقى. بالظبط. هو ايفن السوبرفايزرز يعني مثلا في كيس زي ده السوبرفايزرز او الهيد اوف ديبارتمنت بتاعكم او كده دايما هتلاقي في مخه من ورا انت دفعه الاء، ده الاء ما خلصتش وانت خلصت، برافو عليك يا حبيبي، الاء هي الوحشه. بالظبط. فهيجي بقى يرمي كلمتين ثلاثه الاء بعد كده لما يشوفها بقى يا الاء مش هتخلصي بقى ولا ايه. ما هي دي بقى كميه نيجاتيف ثوتس بتخش بقى جوه دماغك. يعني كل ما حد عمال يقول لك في حاجات نيجاتيف انت بقى بتحسي هو انا فعلا مقصره، انا فعلا متاخره، هو انا مش شاطره، تبداي تحسي بده وتتاثري بيه which is لا هو it's not fair. انت المفروض ما تتاثريش بالنيجاتيفز دي والمفروض ما تبقيش حاسه دايما بالذنب انت مقصره او في حاجه ناقصه يعني. ايوه بالظبط، لان انت اصلا مش ده لوحده مقياس النجاح اساسا بتاعك، مش الكارير او الشغل هو اللي هيديكي الساتسفاكشن بتاع اللي هو برافو عليكي انت ست شاطره. لا هي دي حياتك كلها على بعض انت كنت ناجحه فيها ولا لا. وهي كلها باكج في الاخر يعني. بالظبط، الباكج بقى دي كلها على بعضها انت ناجحه ولا انت مش ناجحه، هل انت بيتك مظبوط ولا لا، جوازتك كويسه ولا لا، ولادك كويسين، يعني ده كل ده تشيك بوينتس. ما انت ناجحه عشان انت عملتي 1 و2 و3 و4، جت 5 بقى ما جاتش 5 دي ممكن حد ما بيشتغلش، ما قصدي مش مخلف، فدي رقم 3 عنده، برافو عليه عشان هو الستيل بتاعته كده. فكل واحد فعلا دي القصه بتاعته، كل واحد عارف المفروض يبقى عارف يعني هو ايه الحاجات اللي هو دلوقتي المايلستون المفروض ينتجها او الحاجه المفروض يعملها دلوقتي، بس بدل الكومباريزن ايه اللي هو ليكي مايلستون معينه بالظبط. وبعدين accept support. انا دي حته بحسها مهمه قوي. انت في وسط ما انت طول الوقت عايزه تبروفي يور سيلف لاهلك وللناس انا عايزه ابروف ان انا جامده وما بعملش اي حاجه بعمل كل حاجه ان انا جامده وبعمل كل حاجه ومن غير مساعده. هو ده مستحيل يحصل. لكن انت دايما ما فيش حد خلص او نجح في كاريره او عمل حاجه غير لما اخد سبورت من كل الناس اللي حواليه، صح، من صحابه، من اهله، من جوزك. هو لازم كل الناس دي تبقى سبورتيف عشان تعرفي تعملي يعني انا في قصه بحبها قوي كده بتاعت تيتا الله يرحمها. هي تيتا لما اتجوزت كانت لسه مخلصه ثانويه عامه كده. تمام. كانوا عايشين بقى في اسوان، فاللي هو مفيش وقت ولا مساحه ان هي تاخد جامعات، كانت بس في القاهره. فكانت كل سنه بتمتحن الثانويه العامه تاني علشان وانس انهم ينزلوا القاهره تبقى خلاص معاها والله العظيم انا لقيت نتيجه فتعرف تدخل. اوكي. بس
وبعدين طلع بقى في معهد حاجة دخلته في أسوان شوية، وبعدين لما راحوا القاهرة نقلوا القاهرة اللي عندها ولاد في اختباري، ده 3 من ولادها هم بقى ثانوي وإعدادي، يعني هم كبار أوي. دخلت الجامعة وهي بتشتغل وهي ده عملته ده لوحدها. ام ولاد كبار. يعني بالظبط البيت بقى ومفيش اوبشنز بقى الحاجات اللي هو عندنا دلوقتي وديليفري والدنيا سهلة. هي دخلت الجامعة ازاي عدت من الجامعة؟ هو بس جدي هو كان سبورتيف جدا من اول بقى ما فكر في كل التفاصيل، يعني ما فكر ان هو يشتري لها رودي ده، كان ساعتها بقى التسجيل دي حاجة مش منتشرة، ده تسجيل بقى اللي هو كبير يعني قد كده، تمام. اشتروا لها من بره، كانت بتروح بيه المحاضرات، كانت بتخلص شغلها تركب مواصلات لحد الجامعة، تروح بعد بقى الافتر يعني النص التاني بالليل تحضر المحاضرات بتاعتها تسجلها وتكتب نوتس. هو on the other side بقى في البيت بيساعد في البيت، بيساعد مع الولاد، والولاد برضو أكبر فكلنا بنساعد نخلص تاسكس البيت. ترجع بالليل الساعة مثلا 9، هو بيسهر بالليل يفضي ريكوردنجز ويشوف النوتس بتاعتها ويبيضها لها. دي يوتوبيا دي يوتوبيا والله العظيم بيبيضها لها، يكتبها لها في نوت بوك بخط كويس عشان هي تعرف تذاكر منها، لان هي ما عندهاش وقت هتسمع ريكوردينجز تاني وتقرا الخط بقى، هي بتكتب بسرعه ورا الدكتور. فده سبورت، يعني انت بتتكلمي في ليفل تاني، وخلصت جامعتها وخدت ماسترز. وكانت في الماسترز بقى حامل بقى في اخر بيبي، ففي وقت الامتحانات هو كانت حاسه انها تعبانه، حاسه انها تولد، فخرجت من الامتحان ما امتحنتش. فهو قعد يتخانق معايا، انت بتهزري يعني ايه سبتي ومش عارفه ايه مجهودك ضيعتيه، المشكله لو كنتي ولدتي في اللجنه يعني. فهو supportive to that extent which is very utopia، يعني حاجه مش موجوده يعني. بس على فكره ممكن يعني اكيد في حد في حياتك willing ان هو يسبورت، اكيد، او مش لازم نقول اكيد، بس at least لو في ناس supportive في حياتك accept this. يعني دايما الواحد اصلا بيحس اللي هو ايه، انا اسفه اني هتعبك بس ممكن كذا. لا هو مش اسفه ولا حاجه، بالظبط. وبعدين تبقي خلاص بتنهاري بقى، ولما تنهاري تبداي تطلبي المساعده، مع ان الناس دي بالنسبه لها هم عايزين يأكسبت المساعده يعني. طيب هم عايزين يساعدوا اصلا بس ما بيبقوش عارفين غير كده. انا بعته لماما من يومين واحد عامل بيقول ان الدراسات اثبتت ان الجد والجده لما بيقضوا وقت مع احفادهم ده بيحسن صحتهم. والله العظيم نداء لكل تيتا وجد، احنا كده بنفسي خدوا الولاد شهر عشان صحتكم تتحسن. ربنا يديكم طول العمر، احنا خايفين على صحتنا، لو سمحتوا خدوا الولاد عندكم. هي بصراحه يعني هي دي الكونكلوجن، انه يا جماعه الحياه صعبه فساعدونا عشان ننجز مع بعض. او اكسبت السبورت، واكسبت ان في اوقات هبقى مقصره. هي انت برضو لقطه تانية، انه جزء من اللي خلاني في الاخر نقدر نركز ونخلص كده، انت تشيلي من على دماغك فكره انه لازم كل حاجه تبقى كويسه، وبعد ما كل حاجه تخلص ابدا افوق لنفسي، اللي هو وقت ان انا اذاكر فيه. لا طب ما انت اكيد مش هتنضفي البيت وهتطبخي وهتركزي مع الولاد وبعد ما يخلصوا دول تبداي تذاكري. هي طاقه انت انسان زيهم، بس فلا عادي اسيب البيت مش نضيف شويه عشان الحق اخلص اللي ورايا، بدل ما اقعد اضيع طاقتي في ان انا عماله اروق وانضف. ما تبقيش حاسه بالذنب، سيبي باسكت الغسيل عادي، خبي عليه الباب وانا بالظبط. الاكل النهارده هنعمل نطلب بره عشان طاقتي اللي انا هستنفذها في المطبخ دي عايزه الحق اعمل بيها حاجه مش عارفه ايه. فالحاجات دي عادي ان احنا في وقت فيه تسليمات، وقت فيه امتحانات، وقت فيه بروجكت هسلمه، ضغطة شغل، ما تبقيش حاسه بالذنب ان في مقصره او ايه ده انا بقى ما قضيتش وقت مع ولادي. هي مرحله وبتعدي وانتي مش لوحدك. دايما في الوقت ده اللي هتلاقي فيه كل الفيديوز اللي على انستجرام قد ايه البارنتنج مومنتس الضيقه دي، هي دي اللي هتخلي العيال يبقوا زي الفل. ايوه، ما انتي البارنتنج مومنتس الضيقه دي ما حبكتش تتعمل في اسبوعين تسليم يعني. مش هما الاسبوعين دول هما اللي هنخليهم بقى يحسوا ان انتي ام وحشه. وانتي مش لوحدك على فكره، ما كل الامهات اللي عدوا وخلصوا دي سكسيدد هم عدوا بالكويس دي. you're not alone. اتس اوكي ان الدنيا تبقى مبهدله بس ننجز حاجه قصاد حاجه، بس مش هتنجزي كل الحاجات في نفس الوقت.
صح and always remember you're not alone. انا احب الجمله دي، انا هطبعها واحطها كده فيها ونحطها ورا ونفتكرها. بالظبط you're not alone. يعني انا حاسه انا فكرتك، يعني عملت لك ريفريش كل البوينتس عشان رجعت لي الذكريات. اي حد عنده اي تيبس فور نورة يا جماعه ساعدوا نورة تخلص البي اتش دي. كان ما هيقول نقبل المعونة لو حد حابب يجي يشيل اكسبت المساعده. نشوف كم حد ممكن يعمل بيبي سيتنج. يجيبوا اكل ما تاكلوا انا بقى